السلام عليكم. ده ملخص الجزء الثاني من الحلقة الأولى من مسلسل التركي عيناك كالبحر الأسود، وبنشوف محمد وأخوه واللي راحوا للمينا علشان يسألوا على أزيل زي ما قال لهم صالح، وواحد قال لهم هو مش موجود النهاردة وهيجي بكرة. وبنروح لأزيل وجونش وصاحبه بيسأله وبيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ انت مش عارف ان في فرح واحد صاحبنا النهارده؟ فبيعرض على جونش ان هي تروح معاه، فبتوافق وبتروح مع الفرح. واللي الستات هناك بيصمموا ان هم ياخدوها ترقص، وقامت رقصت وشوية قام أزل يرقص معاها، واللي الدنيا بتمطر عليه. وبعدها بيكون قاعد في المركب بتاعته هو ودورسون، وشوية وبيوصل محمد هو ورجالته، واللي بيقول لهم انزلوا شوفوا مين فيهم أزيل وتصرفوا معاه. وبتنزل الرجالة وبيروحوا لهم وبيسألوهم مين فيكم أزل، وأزل بيقف وبيقول لهم أنا. قالوا له عاوزين نتكلم معاك شوية، فبيقول لهم في إيه؟ قالوا له أنت عارف البضاعة اللي أنت رميتها في البحر دي تبقى بتاعت مين؟ رد وقال لهم لا أنا معرفش البضاعة دي بتاعت مين ولا يهمني أعرف، أنا اللي أعرفه إني أنا ما بطلعش شغل شمال على سفينتي. قال له أنت مالك بتتكلم بجراءة كده؟ أنت مين اللي بيدعمك؟ رد أزيل وقال له الله اللي بيدعمني، عندك اعتراض؟ فبيرفعوا المسدسات في وشهم، ولكن فجأة بيلاقوا ناس تبعه بيتلموا عليهم، واللي بيقولوا له خدوا بعضكم وامشوا من هنا على رجليكم بدل ما حد يشيلكم. ومحمد طبعا قاعد في العربية بيراقب كل اللي بيحصل، ولما بيشوف كده بيقول لأخوه اطلع من هنا بسرعة. وبنروح لعثمان اللي بيوصل بيت أمه، وبيفضل واقف ويفتكر مشهد من الماضي وهو واقف قدام أمه اللي رفع السلاح وبيقول لها أنا عايز ابني. قالت له مش هتاخده، انت نسيت اللي انت عملته في أمه. قال لا أنا لازم آخد ابني، هو الوحيد اللي فاضلي من ريحة مرجان. قالت له لو قربت منه أنا هقتلك، ومن النهاردة انت لا ابني ولا أنا عايز أعرفك. وبيدخل عليها وكانت بتحضر أكل الأزل، وقال لها زمان كنت بتحضري لي أنا نفس الأكل ده، أنا اشتقت لك يا أمي، أنت ما اشتقتليش. وفضل يكلمها ويستعطفها ويقول لها أنا بقالي 30 سنة أمي عايشة بس عايش يتيم، أنا جيت النهاردة علشان أطلب السماح والرضا منك ومن ابني كمان، أنا جيت النهاردة علشان آخد ابني. وفضل يتكلم معاها كتير، ولما لقاها ما بتردش عليه كان هيمشي، فبتنده عليه وبتقول له ملكش دعوة بأزيل، اوعى تيجي جنبه. قال لها بس ده في النهاية ابني. قالت له انت بالنسبة لأزل ميت. وبيسيبها عثمان وبيخرج، وهو خارج لقى أزل في وشه واللي بيسلم عليه وبيقول له ممكن اقعد اتكلم معاك شوية؟ فقال له أزل اتفضل. شوية وبنشوف محمد كان جاي لأزل على البيت، ولكن بيتفاجئ إن أبوه قاعد معاه وبيقول لأخوه شفت الواطي أزل بيعمل إيه؟ مش مكفيه إنه رمى البضاعة في البحر، لأ وكمان جايب أبويا علشان يحكي له. قال له يلا بينا إحنا لازم نمشي بسرعة. وبيتكلم عثمان مع أزل وبيقول له أنا من 30 سنة لما كنت شاب زيك اتعرفت على واحدة اسمها مرجان، حبيتها جدا وبقت هي كل حاجة في حياتي، وكان نفسي ارتبط بيها ولكن ابويا مرضيش وجوزني لواحدة تانية، ولكن انا من شدة حبي ليها ما قدرتش ابعد عنها، بس للأسف انا غلطت معاها وبعدها هي ما عاشتش كتير وماتت. ولما بيسألوا أزل انا ايه علاقتي بالموضوع، قال له للأسف مرجان دي تبقى امك. وبيتصدم أزل وبيقول له ناقص كمان تقولي ان انت ابويا، وكان هيسيبه أزل ويمشي. قال له عثمان أرجوك اقعد واسمعني لأني أنا خلاص هموت. قال له أزل غريبة، أنا بعرف إن الإنسان الظالم مش بيموت إلا لما بيدوق اللي عيشه للناس، إنما أنت هتموت باشا، البقية في حياة اللي بيحبوه. وبيقول له إيه بقى المطلوب مني؟ قال له عثمان أنا كنت عايز أجيلك من زمان وأقول لك على الحقيقة، بس أمي اللي كانت منعاني. قال له ستي عملت اللي المفروض كان يحصل وربتني أحسن تربية، وانا هعتبر ان انا ما سمعتش منك حاجة، وروح عيش مع اهلك في منتهى السعادة. قال له عثمان انا في دين في رقبتي لازم اوفيه ولازم انفذ وصيتي، اديني يا ابني فرصة اعمل حاجة صح قبل ما اموت وجربني المرة دي. وبيسيبه أزل وبيقوم وبيلاقي الجد آسيا في وشه وبيقول لها انت خبيتي عني كل ده 30 سنة وعارفة مين أمي وما تقوليليش، وما بقتش عارفة ترد عليه تقول له ايه.
وبعدها بنشوف الجدة آسيا بتتصل بزوجة عثمان وبتقول لها أنا آسيا. قالت لها عارفاكي، صوتك لسه متغيرش. فبتهددها آسيا وبتقول لها إياكي أسمع إن في حد من عيالي أو من عيالي جراله حاجة، وبتقفل السكة في وشها. وبنروح لمحمد اللي كان واقف مع عمته وبتقول له عملت إيه؟ قال لها ما عملتش حاجة. قالت له أفهم من كده إن البضاعة ضاعت؟ قال لها أيوة ضاعت، بس مش دي المشكلة. اتعصبت عليه وقالت له ازاي مش هي دي المشكلة؟ انت تعرف ان هم بكده ممكن يقتلوني ويقتلوك بدم بارد. قال لها المشكلة في ابويا، مش عايزه يعرف ان ليا علاقة بالموضوع. قالت له انت لو مش هتتغابى هو مش هيعرف حاجة. قال لها اصل انا شفت ابويا قاعد مع القبطان اللي اسمه ازيل اللي رمى البضاعة في البحر وخايف يكون حكاله حاجة. وبنرجع لعثمان اللي لما وصل البيت لقاهم كلهم متجمعين ومستنيينه. قال لهم طبعا كلكم عندكم فضول دلوقتي تعرفوا ايه اللي خلاني اروح لامي بعد 30 سنة. قال لهم السبب اللي خلاني اروح هو ان انا عندي ابن تاني اسمه ازيل. وطبعا هنا محمد بيفتكر كلام صالح لما قال له ان القبطان اللي رمى البضاعة في البحر اسمه ازيل، وبكده بيفهم محمد ان القبطان ازيل دوت اللي بيدور عليه يبقى اخوه. وبيسأله محمد وبيقول له مين بقى على كده تبقى أمه؟ قال له أبوه. مش مهم، المهم إن أزيل دوت يبقى ابني من لحمي ودمي، وأي حد هيفكر يأذيه أنا اللي هقفله، ولما أموت هيورث زيه زيكم بالظبط، ويبقى ليه الحق كمان إن هو يجي يعيش معاكم هنا. وبيسيبهم ويروح. وبعد شوية بنشوف محمد وهو قاعد مع أمه في جنينة الفيلا وبيقول لها أنا مش مصدق نفسي من اللي سمعته. قالت له أنا عايزاك تعرف إن ابنه اللي ظهر لنا فجأة ده أنا مش هسمح إن هو يدمر حياتنا. وبتسيبه وبتمشي. وبنشوف محمد بيعمل تليفون وبيطلب الرجالة تجيله ضروري، واللي بيبعتهم لأزيلة علشان يقتلوه. وبيروحوا فعلا وبيعلقوا قنبلة ببطن المركب، وساعتها بتكون المساعدة صبرية واقفة معاه. ولما انفجرت المركب هو قدر ينط في البحر، ولكن المساعدة صبرية هي اللي بتموت. وبتنتهي الحلقة على كده. وفي النهاية أتمنى تكون الحلقة نالت رضاكم. مستني رأيكم في التعليقات، وأتمنى تشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد، وما تنسونيش بلايك وشير. سلام.